السلام عليكم. هنتعلم اليوم وجبة غدا جميلة جدا وشهية وليها شعبية، وهي كفتة السمك أو كبيبة السمك. ينفع تعمليها بأي نوع سمك مخلي، وهقولك على الطريقة بالتفصيل. تابع الفيديو ده للآخر علشان تشوف الطريقة بالتفصيل، وهقولك على كل أسرار الأكلة دي علشان تعمليها وتطلع جميلة جدا من إيدك. في البداية معاكم جهاد شوقي الحديدي، ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة شرفيني باشتراكك وفعلي زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة عن الطبخ وعن المطبخ. وكمان الفيديو ده لو عجبك ادعميه بضغط على زر أعجبني وتابعي الفيديو للآخر. المكونات بتاعة الأكلة دي هي عبارة عن ده سمك، لحم سمك مفروم، وده رز مطحون، بصل مفروم، شبت وبقدونس متقطع قطع صغيرة، معايا الملح والبهارات والتوابل اللي هستخدمها، ومعايا ملعقة كبيرة من الثوم المهروس. هقولك كل حاجة في المكونات. في البداية لو عندك اي نوع سمك يكون مخلي هتفرميه بالشكل ده، وكمان ممكن استبداله بالجمبري برضو هتفرميه ناعم بالشكل ده. الارز المطحون هتستخدميه ازاي؟ في البداية هتجيب الارز المصري تغسليه كويس جدا وتنقعيه لمدة من ساعة لساعتين علشان يكون طري. بعد كده هتصفيه كويس جدا من المية وتبتدي تطحنيه في المطحنة او الكبة اللي عندك بالشكل ده. بعد كده هتحطي كل المكونات على بعضها، تحط الأرز المطحون، فوقيه السمك المفروم، وفوقيه البصل. وعلى فكرة كمان لو انت ممكن تستبدلي نوع السمك ده باللحمة المفرومة عادي جدا، مفيش اي مشكلة، او فراخ مفرومة. الوصفة دي يعني المكونات دي كلها تنفع مع اي نوع لحوم، سواء لحوم حيوانية او اسماك، بتكون جميلة جدا بالشكل ده. بعد كده لما ضفنا الخضرة اللي هو عبارة عن الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء، هنبتدي نضيف الملح والبهارات والتوابل بتاعتنا. ظبطي الملح. بعد كده البهارات اللي استخدمتها فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا. ممكن تضيفي اي نوع بهارات تانية انت حباه بالشكل ده. ممكن تضيفي زنجبيل او كركم او كاري بالشكل ده. بعد كده اخلطيهم كلهم مع بعض بالشكل ده لحد ما تتشكل عندك عجينة بالمنظر ده. ممكن تسيبيها ترتاح لمدة ساعة أو ساعتين في التلاجة، وبعد كده تبتدي تشكليها. ولو مستعجلة ممكن تشكليها عادي على طول، مفيش أي مشكلة. في البداية هنستعين بكمية من الزيت علشان هتدهني بيها ايدك وانتي بتبدأي تشكلي العجينة بتاعتك بالمنظر ده. بالنسبة للتشكيل هنشكلها على هيئة صوابع كده زي صوابع الكفتة، وكمان على هيئة راس. تابعوا الفيديو عشان تشوفوا الطريقة بالشكل ده. التشكيل ده طبعا يرجع لك. وده شكلها بعد ما خلصنا كمية على هيئة صوابع كفتة بالشكل ده. وكمان معانا الشكل التاني بالشكل ده. شكلوا كمية على شكل صوابع كفتة، والكمية التانية على هيئة أقراص بالشكل ده، بتكون جميلة جدا بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنبتدي نحمره في الزيت. في زيت، طاسة فيها زيت ساخن، انزلي بيه الكمية بالشكل ده وقلبيه من فترة للتانية، وما تطوليش في التحمير علشان احنا عايزينها تاخد لون بسيط جدا، لان بعد كده في خطوة تانية هقول لكم عليها. يعني مش هنسويه للاخر، يدوب يعني ربع او نص تسوية بالشكل ده. كده بنحمر الصوابع الكفتة. بعد كده هنحمر الشكل التاني اللي هو على هيئة اقراص زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ودرجة الحرارة خلي النار عالية، متخليش النار منخفضة، لان احنا عايزينها تاخد درجة احمرار بسيطة زي ما انت شايفة بالشكل ده، لكن ما تتسواش تسوية كاملة لان احنا في مرحلة تسوية تانية هنسويها مع بعض. وده شكلها بعد التحمير.
سيبيها على جنب لحد ما نحضر الخطوة التانية، وهي خطوة هنحضر الصلصة اللي هنحط فيها الكفتة بتاعتنا. في حلة فيها شوية من الزيت هننزل ببصلة يعني كبيرة شوية، هنقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده لحد ما تبتدي تتحمر جدا جدا لأقصى درجة احمرار بالشكل ده، لكن ما تتحرقش، يعني وصليها للدرجة دي علشان دي الدرجة المطلوبة في الصلصة بتاعت كفتة السمك بالشكل ده. وقلبيه على طول عشان ما تتحرقش منك، راعي انها ما تتحرقش، لو اتحرقت غير البصل، لان لو اتحرقت هتغير طعم الصلصة تماما وما هيكونش طعمها حلو. بعد كده عندي عصير طماطم بالشكل ده، هنزل بيه على البصل بالشكل ده. وعصير الطماطم ده بيكون مركز او تقيل شوية، هنبتدي نزود مية لحد تقريبا نص الحلة كده، هنزودها مية. لازم تكون كمية السائل اللي هنحط فيه الكفتة تكون كمية كبيرة شوية علشان الكفتة بتاعتك ما تلزقش منك في الحلة وما تعجنش في بعضها. هنزود الحلة بتاعتنا لحد نصها مية بالشكل ده، وهنضيف ليها الملح والبهارات. معنا الملح، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، كمون، هننزل بيهم في الصلصة بتاعتنا بالشكل ده، وهنسيبها لحد ما تبتدي تغلي. بعد ما تاخد غلوة او 2 بالشكل ده، قلبي الملح والبهارات مع الصلصة كويس بالشكل ده على درجة حرارة عالية. وكمان ضفنا منكهات، ضفنا ورق لورا وضفنا قرنفل، دي منكهات بتدي نكهة جميلة جدا للصلصة، جربوها. بعد كده بعد ما غلت معايا غلوة او 2 هبتدي انزل بالكفتة بتاعتي بالشكل ده. ضيفي الكفتة اللي احنا حمرناها بالشكل ده بالتدريج، ويعني وزعيها كويس في الحلة، يعني ما تحطيش كله في مكان واحد، يعني شوية على اليمين شوية على الشمال شوية في النص، علشان يبقى اخد نفس درجة التوزيع في الحلة بتاعتك بالشكل ده. بعد ما خلصت الكمية كلها وحطيتها في الحلة بالشكل ده، في البداية هتخلي درجة الحرارة عالية لحد ما تاخد غلوة او 2، بعد كده خلي درجة الحرارة منخفضة علشان تبتدي تستوي معاكي كويس. وده شكلها في الحلة، بوريها لكم بالشكل ده، ما فكتش من بعضها ولا حاجة، وكانت ممتازة جدا وجميلة بالشكل ده. هتعرفي ازاي انها استوت؟ الصلصة دي سمكها بيبتدي يقل او يتقل شوية زي ما انت شايفة بالشكل ده، ومن فترة للتانية حركيها كده علشان تستوي بشكل كويس، ولكن التحريك يكون ببطء. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. كده هنا خلاص هي كده استوت. لما سمك الصلصة يتقل زي ما قلتلك بالشكل ده، يبقى هي كده خلاص استوت، وممكن تطلعي واحدة تختبريها تشوفيها استوت ولا لأ. والصلصة بتاعتها كانت ممتازة جدا جدا. لو الفيديو ده عجبك او استفدت منه ولو بمعلومة صغيرة، يرجى الضغط على زر اعجبني لدعم الفيديو ولدعم القناة. وكمان اشتركي وشيري الفيديو ده مع اصحابك ومعارفك علشان يشوفوا الوصفة ويستفيدوا منها، وشاركيه في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. ولو عجبكم اكتبولي طبعا رأيكم في التعليقات، ولو اي وصفة حابين اعملها بطريقتي اكتبولي في التعليقات، وشاركوني كل آرائكم، انا بشوف كل التعليقات وبرد عليها. والاكلة دي جميلة جدا جدا، اللي ما جربهاش ياريت يجربها. وكمان اللي عارف الوصفة دي وبيعملها بطريقة معينة ياريت يشاركنا رأيه في التعليقات، ويقول لنا ايه هي الطريقة اللي بيعملها بيها، ويا ترى زي الطريقة اللي شافها في الفيديو ولا لأ، ولو في اضافات يقول لنا عليها. وشاركونا كل تجاربكم وآرائكم في التعليقات. وهي يعني وصفة جميلة وطلعة ناجحة وممتازة جدا بالشكل ده.
وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد، اكتبوا لي في التعليقات واتشرف بيكم كلكم. وشكرا لكل متابعيني على اليوتيوب. لو اللي لسه ما اشتركش في القناة شرفوني بالاشتراك علشان القناة تكبر بيكم والكل يكون مستفيد بإذن الله من الوصفات والطبخات اللي بقدمها. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.